طبق الكشري المتين من غير مواعين. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناة الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنقول بسم الله وهنعمل طبق الكشري المتين يا جماعه، حاجه كده سهله بسيطه وان شاء الله تعجبكم. طيب، اول حاجه هنعمل الايه؟ ورد الكشري يا جماعه، بيسموه كده في المطاعم بتاعه الكشري ورد الكشري، اللي هو ايه؟ البصل. زي ما انتم شايفين كده، انا قعدت اوريكم ان انا مش حاطه اي حاجه في اول الفيديو. تمام، ما حطيتش عليه اي حاجه، غير حطيت دلوقتي بقى حالا حطيت معلقه كبيره من الخل. تمام. زي ما انتم شايفين، الاول انا جبت البصل الاول حاجه خالص، جبت يعني حبه بصل على قد الكميه اللي انت حابه تعمليها، طبعا كشري يعني بصل. تمام. ورحت حاطه ايه؟ مقطعاهم الاول، غسلاهم ومنضفاهم وقطعتهم جوانح زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وحطيت عليهم معلقه من الخل ومعلقه كبيره من الملح، طبعا من غير دقيق يا جماعه ولا اي حاجه. انا ما بعملش بصل الكشري بدقيق خالص، وببتدي ان انا اقلب كل ده في بعضه زي ما انتم شايفين معايا كده. هنا بقى خلاص دعكنا البصل بالملح والخل زي الفل. ننزل بقى بكمية الزيت اللي عندنا، بسم الله. كمية حلوة محترمة كده من الزيت زي الفل. وهنتنينا بقى نقلب في البصل بتاعنا بتاع الكشري ده بقى مع بعض كده. هنا بقى نقيت العدس بجبة وحطيته عشان يتسلق. تمام. وادي الحمص بتاعنا برضو نقيته وغسلته وحطيته يتسلق. نرجع بقى للبصل بتاعنا. طبعا البصل بتاعنا كان ايدينا فيه على طول، وبنتنينا نقلبه لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا عارفينه ده. تمام. بصوا بقى لون البصل، وصلنا للون ده هنشيله بقى على مصفى، على مناديل مطبخ، على ورق اللي يريحك كده، لونه جميل جدا. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل التقليه. خلاص كده البصل، عايزه اوريه لكم الاول. بصوا كده شكل البصل، بسم الله ما شاء الله. بصوا ناشف قد ايه يا جماعه، اللهم بارك. شايفين ناشف خالص ازاي اهو. تمام. هنا بقى ايه؟ فوضت. طبعا انا صفيت حبه زيت، هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. هنحمر بيها الرز يا جماعه. الزيت اللي بيطلع من البصل بيخلي الرز تحفه. تمام. وخرطت بصلايه صغيره على حبه البصل اللي كانوا فاضلين دول زي ما انتم شايفين. برضو من حبه البصل المتحمرين دول بيبقوا في التقليه بتاعت الكشري خطيره جدا. تمام. خلاص كده انا مش هخلي البصلايه تحمر قوي، لا، مجرد انها تصفر كده، وانزل بالطماطم على طول. هنا بقى هنبتدي نعمل الدقه بتاعت الكشري. هحط معلقه كبيره من الشطه، معلقه كبيره من الكمون، وعليهم ايه؟ وعليهم فصين كده من الثوم المفروم. تمام اهو. وهسيبهم شويه كده مع بعض. عايزه اقول لكم العدس يا جماعه استوى، وحطيت عليه بقى وهو بعد ما شلته كده وصفيته. رحت ايه؟ حاطه فصين توم كده الاول مشوحاهم كده، وحبه ملح وحبه كمون ومظبطاه كده، ورحت مقلبه ايه؟ العدس اتقلب، بيبقى طعمه خطير. وهنا نزلت بالخل، وعليهم ربع كوبايه ميه. وهسيب الدقه بتاعتنا دي شويه كده مع نفسها، هتدينا اللون الاحمر الجميل بتاع محلات الكشري يا جماعه. تمام. طبعا التقليه بتاعتنا حطينا لها ملح وكمون وفلفل اسمر وحبه شطه صغيرين، وكمان معلقه سكر عشان الحموضه. بصوا لون الدقه بقى عامل ازاي، زي بتاع محلات الكشري بالظبط. هشيل بقى الدقه ديت وفي نفس الحله نحمر الرز. شايفين بقى كشري بدون مواعين يا جماعه. هنا بقى هننزل بالزيت اللي صفيناه من البصل، بسم الله اهو. نحاول نظبط كده. تمام. يقدح شويه ونبتدي ننزل بقى بالايه؟ بالشعريه بتاعتنا الاول.
هنا خلاص الشعريه بتاعتنا خدت اللون الحلو اللي انتوا شايفينه دوت. تمام. هنبتدي بقى ننزل بكميه الرز، طبعا الرز على حسب ما انت حابه برضو. تمام. وطبعا بنفضل نقلب نقلب لحد الرز ما نزل كده بالماده الدهنيه. تمام. نفضل نقلب فيه شويه كده، وبعدين بنزوده بالميه ونحط له الملح ونسيبه لحد ما يتشرب ونهدي عليه خالص. تمام كده. اخر حاجه خالص بقى المكرونه، حطينا الميه وغليت ونزلنا بالمكرونه بكميه المكرونه اللي انت حباها، المقصوصه بقى والاسباجيتي. تمام كده اهو بالشكل ده، وهسيبها مع نفسها تستوي. وبكده الكشري بتاعنا خلاص خلص، وكمان عملناه من غير مواعين. الحله دي يا جماعه اللي عاملين فيها التقليه. تمام. وده كده شكل طبق الكشري الخطير بتاعنا. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، وبألف هنا وشفا يا رب للي ياكل. شايفين؟